السلام عليكم، اهلا بيكم. كل سنة وانتوا طيبين. هنبدأ نحضر لكحك العيد. بس قبل ما نبدأ نحضر لأي وصفة من وصفات العيد لازم نكون مجهزين الخامات اللي هنشتغل بيها علشان تعملي كحك ويطلع معاكي ناجح جدا وطعمه يكون كويس جدا وافضل كتير من بتاع بره. لازم يكون عندك نوعية سمنة ممتازة. وفي فيديو النهاردة هنحول السمنة النباتي لسمنة بلدي، هنعملها بطريقة حلوة جدا علشان تعملي كل وصفات العيد بالسمنة البلدي. ونبدأ في تحويل السمنة بتاعتنا، بس ياريت ما ننساش اللايك. اول حاجة هنحتاج ل2 كيلو من السمنة النباتي، وكمية السمنة دي زي ما انت عايزة. ممكن تضاعفي الكمية عن كده او تقلليها عن كده حسب رغبتك. وافضل نوع سمنة تستخدميه في التسييح كريستال او روابي، لانها بتكون غير مهدرجة. كمان الريحة بتاعتها ما بتكونش نفاذة قوي، فاقل كمية زبدة هتضيفيها عليها هتبان جدا في ريحتها. وينفع تستخدمي سمنة جنة، بس انا مش بفضلها لان الريحة بتاعتها بتكون نفاذة جدا، لكن لو حابة تشتغلي بيها فعادي جدا. انا النهارده مستخدمه سمنه كريستال الصفرة، وينفع تعمليها بالبيضه لو متوفره. هنحتاج عليهم كيلو من الزبده الجاموس، ولما تيجي تجيبي الزبده تجيبيها من مكان يكون موثوق فيه علشان ما تكونش مغشوشه. وهعرفك واحنا شغالين مع بعض ازاي تعرفي ان الزبده بتاعتك دي اصليه او مغشوشه. وينفع تقللي او تزودي كميه الزبده عن كده لو انت حابه. نحضر حلة تكون كبيرة شوية علشان تاخد السمنة والزبدة، وننزل بأول حاجة بالسمنة النباتي ونرفعها على النار ونقلبها لغاية ما تفك معانا. وأول ما السمنة تسيح معانا نبدأ ننزل عليها بالزبدة الجاموس، ونرجع نقلب الزبدة كويس مع السمنة لغاية ما تفك. واول ما الزبدة بتسيح مع السمنة بنبدأ نوطي عليها النار علشان لما تيجي تغلي ما تفرش معاكي. وكمان لما بتكون النار بتاعتك واطية السمنة بتستوي معاكي بسرعة. وفي الوقت ده بنفضل نقلب السمنة كل دقيقتين لغاية ما تستوي، واوعي تنشغلي عنها. وهنا كانت الزبدة بدأت تطلع الخض بتاعها اللي هو الرغاوي البيضة دي. هنبدأ نزود معلقة ونص كبار من الملح، والملح بيقل وبيزيد حسب كمية السمنة اللي انت عاملاها. واوعي تستغني عن الملح لان الملح المادة الحافظة بتاعة السمنة اللي هتقعدها معاكي من السنة للسنة من غير ما تغير طعمها ولا ريحتها. وما تخافيش من الملح، الطعم بتاعه مش هيبان معاكي في السمنة ولا هيحدقها معاكي. نتكلم عن الخض اللي طالع من الزبدة. كل ما زاد كده بنعرف ان الزبدة ما طلعش منها الخض كويس، كمان بيأثر بعد كده في كمية الزبدة. وكل ما كان الخض قليل معاكي زي الكمية اللي انت شايفاها دي مش كتير ولا حاجة، كده بنعرف ان الزبدة بتاعتنا اصلية ومضمونة جدا. كمان عايزة اعرفكم ان كل كمية الخض اللي ظاهرة دي هتنزل دلوقتي في ارضية الحلة وتتحول لمرطة. شايفين الرغاوي بدأت تقل كتير جدا عن الاول. وطبعا طول مدة التسوية النار عندنا واطية، وبنفضل نقلب في السمنة علشان الملح اللي احنا حاطيناه ما يترسبش في ارضية الحلة ويتحرق معانا. اول ما الرغاوي دي بتقل خالص كده بنعرف ان السمنة بتاعتنا استوت معانا كويس، وبنشيلها من على النار. ودي المرطة بتاعة السمنة. هنسيب السمنة لما تبرد شوية من الحرارة اللي فيها، وبعد كده نبدأ ان احنا نعبيها. شايفين السمنة عاملة ازاي وريحتها سمنة بلدي اصلي. لو حابين لون السمنة يكون ابيض استخدموا سمنة نباتي تكون لونها ابيض، وهي هتطلع معاكم السمنة بيضة. بعد ما السمنة بردت بس ما نسيبهاش تبرد قوي علشان ما تجمدش معانا، بنجهز عندنا البراطيم اللي هنحط فيها السمنة. نكون غسلينها كويس جدا ومنشفينها، وبعد كده بنصب فيها السمنة. وبعدين هندخل السمنة التلاجة لمدة ساعتين 3 علشان تجمد، او ممكن تسيبيها على رخامة المطبخ. وبعد ما تجمد معانا هوريكو الترميلة بتاعتها واوريكو شكلها عامل ازاي.
ودي المرطة بتاعة السمنة هي والملح. حاولي وانت بتصفي السمنة ما تنزليش حاجة من المرطة في قلب السمنة لانها بتكون حادقة. وبالنسبة للمرطة بتعمليها حسب استخدامك ليها، يعني لو هتاكليها او هتدخليها في قلب المعجنات فهتسيبيها زي ما هي، لكن انا هستخدمها في المش، فحابة ان انا اديها لون غامق شوية، فارفعها تاني على النار وافضل اقلب فيها باستمرار لغاية ما تاخد معايا لون غامق، وبعد كده هشيلها من على النار. وده الشكل النهائي بتاع المرطة والسمنة بعد ما جمدت معانا. عايزة اقولك ان السمنة دي تقعد معاكي من السنة للسنة من غير ما يحصل لها اي حاجة. اهم حاجة نستخدمها صح، يعني لما تيجي تاخدي منها تسحبي بمعلقة ناشفة، ما تكونش متعاصمية علشان ما تبص معاكي. وطريقة حفظها بسيطة جدا، يا اما تدخليها عندك التلاجة او تحطيها في اي مكان عندك يكون رطب، بس اهم حاجة ابعديها عن الحرارة بتاعة المطبخ. وشفتوا الترميلة بتاعة السمنة وريحتها سمنة بلدي اصلي، اعملوا منها احلى وصفات الكحك، وكمان اعملوا منها جميع انواع الحلويات والاكل بتاعكم. دي للناس اللي بتحب الاكل بتاعها يكون مميز في طعمه، وكمان الطعم والريحة والترميلة سمنة بلدي، بس دي هتكون موفرة شوية عن السمنة البلدي، بس هي نفس الطعم والريحة. وكمان عملنا من كيلو السمنة البلدي 3 كيلو سمنة بلدي صافي. عايزاكم تجربوا الطريقة لان متأكدة ان هي هتعجبكم. وانتظروا الفيديو الجاي وصفات لكحك العيد، هنعمل مع بعض احلى وصفات لكحك العيد. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا منه، وياريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة.